وانا راجعه من الشغل النهارده حسيت ان ضغطي واطي، فدخلت الصيدليه اقيس ضغطي واجيب علاج للضغط. الصيدلي اللي واقف حط الجهاز وبدا يقيس الضغط، بس فجاه وشه قلب وقال لي مفيش نبض ليه حضرتك؟ قلت له ازاي يعني؟ اتاكد تاني حضرتك. قال لي والله مفيش نبض، ممكن تكوني ميته دلوقتي. وقلت له يا عم انا صاحبه الجثه وبقول لك اني عايشه، اتاكد تاني معلش. فين وفين لما الغبي اخد باله ان الجهاز مفصول اصلا ومش شغال. انا ركبي ثابت لمده 5 دقايق مثلا، وعمال اقول لما انا ميته ليه محدش قال لي لحد دلوقتي. تاني موقف، ما ينفعش اسم سيدنا محمد يعدي من غير ما تعمل اعجاب او حتى تصلي عليه في التعليقات. صاحبي ده حرفيا قتلني من الضحك. انا عندي واحد صاحبي بيحب يسمع اغاني قديمه، وكان بيحب يسمع المغني احمد عامر اللي مات من يومين، الله يرحمه ويغفر له. ولما الخبر اتنشر لقيته بيكلمني مخصوص وبيقول لي لو عندك اي اغاني لاحمد عامر امسحها عشان مات وهيشيل ذنوب لو سمعناها. قلت له يا غبي، ما انت مصدعني كل يوم بام كلثوم، اشمعنى هي؟ قال لي عادي يعني، دي ميته بقالها كتير قوي، انما الراجل لسه ميت من يومين.